السلام عليكم، انا عمر. مقطع اليوم بيقول ماينكرافت. انت ما ناوي تنوع في المحتوى؟ ليش يعني ايش فيها ماينكرافت؟ الناس تنتظر شيء جديد منك، غير عن الجيمنج. وانا منتج لك المقاطع تعبت من كثر ما اشوف جيمنج، خلاص عطنا شيء جديد. انزين يا جماعه الخير، قال لكم سمعتوا عن قصه ليزي وكيف انها اتهمت بتهشيم راس ابوه؟ والله زين قررت تنوع وتعطينا شيء. شكلك ما ناوي. هذه القصة صار لها أكثر من 100 عام، وحتى خرجت عن نطاق الجريمة، وصار البعض يعتبرها لغز عجز أشهر المحققون عن حلها. فهذه الجريمة كان المشتبه بهم. لا إله إلا الله، أنت ما تخليني أصور شيء. كان المشتبه بهم في هذه الجريمة هم أقرب الناس للضحية، وكل واحد كان عنده دافع معين للقتل، ورغم كل هذا ظلت الجريمة لعشرات السنين بدون حل. هذه هي قصة ليزي اللي اتهمت بتهشيم رأس أبيها بالفأس وقتل زوجته. ولدت ليزي بوردن في عام 1860 في مدينة فيل ريفر التابعة لولاية ماساتشوستس الأمريكية. ركزوا معي في الأسماء لأنه بتكرر معنا واجد أسماء في القصة، خلونا نكون مركزين فيها عشان نعرف أحداث القصة كيف قاعدة تمشي. ماتت أم ليزي لما كان ليزي عمرها 3 سنوات فقط، وبقت ليزي يتيمة الأم هي وأختها إيما. كانت ليزي هي الأخت الأصغر وإيما اللي أكبر منها، وعاشوا الأختين فترة مع أبوهم أندرو بوردن. بعد وفاة أم ليزي تزوج الأب من امرأة ثانية تدعى آبي بوردن عام 1865، يعني تقريبا بعد موت أم ليزي بسنتين. ورغم أن أندرو بوردن اللي هو أبو ليزي كان من أغنى رجال المدينة، ولكن عائلته كانت تعيش في ما في فقر، ولكن في منزل غريب وقديم الطراز، وحالته حالة ومنزل متهالك. يعني كان البيت مكون من طابقين، وكان كل الناس اللي حولهم ينظرون لهم بنظرة غريبة، لأن البيت اللي عايشين فيه قديم جدا مقارنة مع يعني غنى وثراء الأب، لأنه كان إنسان غني جدا. فكان في شيء غلط في الموضوع. وقتها كان أندرو بوردن رجل أعمال غني جدا وثري، ولكن في نفس الوقت كان إنسان بخيل، وفي نفس الوقت كان له أعداء في مجال التجارة بسبب إنه كان قاسي وكان شديد في شغله، وكانت شخصيته أصلا ما محبوبة. صح إن إحنا قلنا إنه أندرو بوردن كان إنسان بخيل، ولكن ما كان يقصر أبدا في الصرف على يعني بناته ليزي وإيما. كانوا عايشين أفضل عيشة من ناحية التعليم ومن ناحية الصرف، ولكن البنتين أبدا ما كانوا راضين عن طريقة العيش، يعني لأنه كان البيت جدا قديم نفس ما ذكرنا، وكانوا دائما يحاولوا يقنعوا أبوهم إنه نشتري بيت أكبر أو نروح لمنطقة أرقى من هذه بما إنه إحنا عندنا فلوس، ولكن الأب كان رافض هذه الفكرة تماما. هذا غير إنه البنتين ليزي وإيما كانت علاقتهم مع زوجة أبوهم اللي هي آبي بوردن كانت علاقتهم معها جدا سيئة، كانوا ما يطيقوا بعض. باختصار اشترى أندي بوردن بيتين لكل من بناته ليزي وإيما. كل بيت يعني ما كان بالشيء الهين، ما كان لا يعني كان بيت كبير أول شيء، وسعره ما كان رخيص أبدا. ولكن في نفس الوقت البيت اللي كانوا عايشين فيه راح الأب وسجل هذا البيت باسم زوجته، وفوق هذا عرفوا البنتين إن الأب ناوي يخلي زوجته شريكة في الورث. هذا الشيء خلى ليزي وإيما يعصبوا لدرجة كبيرة، وبدوا يتنرفزوا، وبدت تظهر عليهم تصرفات ضد الزوج. يعني غير انه كانوا البنتين علاقتهم بالسيدة آبي علاقة غير طيبة ابدا، وفوق هذا كانت بينهم دائما يعني مشاكل، وكان بينهم شرارة نفس ما تقول. الحين الاب ناوي يشرك الزوجة مع بناته في الورث، طبيعي ردة فعل البنتين بتكون سلبية. المهم قبل يومين من وقوع الجريمة فجأة اصيب اندرو بوردن وزوجته بمرض يعني مفاجئ. كانت اعراض المرض تشبه اعراض الام المعدة والتسمم، بس ما كان المرض واضح ايش هو، وهذا المرض جه فجأة. وبعد كشف الطبيب عليهم وتشخيص حالتهم قال انه سبب المرض او سبب هذه الاعراض هو انهم اكلوا اكل رديء، او ان الاكل كان منتهي الصلاحية. وفي نفس هذا اليوم في المساء جاهم ضيف للبيت. من هذا الضيف شخص يدعى جو مورس. جو مورس هو خال ليزي وإيما، يعني يكون اخو امهم اللي ماتت قبل فترة طويلة من الزمن. ممكن الحين البعض منكم يعتقد ان المنقذ جاء وان جو مورس هو اللي بيهدي اوضاع العائلة، ولكن العكس تماما. على الرغم من ان جو مورس كان خال ليزي وإيما، ولكن علاقته مع ليزي وإيما كانت علاقة سيئة جدا لأبعد الحدود. ليش؟ لأنه كان دائما جو مورس واقف في طرف السيدة آبي بوردن اللي هي تكون زوجة الأب. حلو. وكان دائما يحاول يقنع الأب اللي هو أندرو بوردن، يحاول يقنع إنه يسجل المزرعة باسم السيدة آبي زوجته. ليش كان جو مورس يحاول يسوي كذا؟ لأنه كان متفق مع السيدة آبي بوردن إنه بينهم مصالح مشتركة، فكانت في مصالح مشتركة بين جو مورس والسيدة آبي. عشان كذا جو مورس كان دائما يحاول يقنع أندرو بوردن إنه يسجل المزرعة باسم آبي بوردن. وفي تاريخ 4 أغسطس عام 1892 وبالتحديد الساعة 8 صباحا
كان السيد بوردن والسيد جو مورس اللي هو خال ليزي كانوا مع بعض على سفرة الأكل. كان الفطور من إعداد السيدة بيردكت. بيردكت هي مهاجرة إيرلندية شابة كانت تعمل لدى العائلة، يعني خلينا نقول كخادمة أو تساعدهم في أمور المنزل وما شابه. كانت الخادمة بيردكت تسكن في غرفة صغيرة في المنزل في الطابق العلوي. المهم في نفس اليوم على الساعة 8:30 صباحا طلع السيد بوردن والسيد جو مورس من المنزل. كان عندهم بعض الأعمال اللي أدوها، ولكن ما كان في أحد في المنزل هذاك الوقت إلا السيدة آبي. ليش؟ وين إما وين ليزي؟ إما كانت تقضي إجازتها خارج المدينة، وكذلك هو الحال بالنسبة لليزي، كانت تقضي إجازتها ولكن خارج المدينة، ولكن ليزي كانت تقضي إجازتها مع يعني مجموعة من الأصدقاء بدون الأخت الكبيرة إما. فالحين ما في البيت إلا السيدة آبي بوردن اللي هي تكون زوجة السيد أندرو بوردن. كانت السيدة آبي بوردن في الطابق العلوي من البيت في هذا الوقت بالتحديد، وكانت ترتب أغطية الأسرة. ولكن الليلة الماضية رجعت ليزي بوردن للمنزل ونفس ما تقول كنسلت جدول الإجازة بالكامل وقررت انها تكمل إجازتها في المنزل. ليش؟ الله أعلم. أما الخادمة بيردكت فكانت يعني تقوم بعملها كالعادة كخادمة وكتنظيف للمنزل. وفي نفس اليوم الصباح بالتحديد كانت الخادمة بيردكت تنظف زقاق المنزل، ولكن بدأت بالزقاق من الخارج وبعدها دخلت للداخل. ليش سوت هذه العملية؟ لأن السيدة آبي هي اللي طلبت منها انها تقوم بتنظيف الخارج أول ثم تدخل للداخل. استمرت الخادمة بيردكت في تنظيف المنزل من الخارج أو زقاق المنزل، ولما دخلت للداخل عشان تكمل التنظيف كانت تقريبا الساعة 10:30 صباحا. وهذا الوقت بالضبط اللي رجع فيه السيد أندرو بوردن من شغله، وما كان موجود معه السيد جو مورس، ولكن كان وحده فقط. السيد أندرو بوردن رجع للبيت وكان مرهق، وفي نفس الوقت أول ما وصل البيت نزلت من فوق اللي هي من ليزي بوردن، بدأت تسولف مع أبوها وقالت له والله إن زوجتك انطلعت من البيت لأن جاتها رسالة من صديقتها إنها محتاجة مساعدة أو شيء كذا. الأب ما كان له مزاج يسولف وكذا، فطلب من بنته ليزي وقال لها إنه أعطيني وقت أبغى أرتاح شوية وبعدها نكمل الموضوع. فتمدد الأب بوردن وأخذ قيلولة خفيفة وطلعت من عنده اللي هي ليزي. ولكن في هذا الأثناء راحت ليزي راحت للخادمة بيردكت وبدت تسولف وتاخذ وتعطي معها. وبعد ما خلص بينهم الحوار طلعت الخادمة بيردكت لغرفتها عشان ترتاح، ومرت تقريبا 10 دقائق. بعدها على الساعة 11:10 بالضبط صباحا سمعت الخادمة بيردكت من فوق صراخ ليزي، صراخ كان عالي جدا، وكانت ليزي تقول انه في احد قتل ابوها. انجنت الخادمة بيردكت ونزلت تحت تبغى تشوف ايش اللي صاير. فاللي شافته كان كالتالي: شافت السيد بوردن هو مستلقي والدم ينزف من راسه بغزارة، وواضح انه تعرض لضربة قوية في الراس، ووجهه كان ممزق بطريقة بشعة كأنه في آلة حادة مزقت وجهه إلى قطع، والدم يعني لا زال ينزف. بدأوا الجيران يركضوا على البيت ويشوفوا ايش اللي صاير وايش الوضع ويشوفوا ايش المصيبة اللي حلت على هذا البيت. وبدأ البحث عن القاتل في البيت، بدأوا يدوروا عن القاتل وبدأوا يدوروا إذا في مثلا شخص مقتحم البيت. وأثناء البحث حصلوا جثة السيدة آبي بوردن في غرفة الضيوف في الطابق العلوي من البيت. انصدموا كل اللي دخلوا الغرفة، وبعدها بدقائق وصلت الشرطة وبدأ التحقيق مع أفراد العائلة. بدأت الشرطة تتحقق وتسأل وتفحص الجثث وتشرح وتجمع الأدلة إلى آخره. واتضح أن القاتل مستعمل فأس حاد كسلاح للجريمة. وحسب التحليل اتضح أن القاتل هاجم السيدة آبي أثناء ترتيبها لأغطية الأسرة، وهاجمها من الخلف وبشكل مفاجئ. ضربها حوالي 19 ضربة إلى أن هشم رأسها بالكامل. توزع الدم على الجدران والأرض، وسالت قطع الجمجمة وقطع الرأس يعني على فرقاء الغرفة. أما السيد بوردن تم قتله وهو كان مستلقي ونايم، وتم ضربه ضربات متتالية نفس الشيء على وجهه إلى أن توزعت أشلاء وجهه يعني على الأرض، وتحطمت جمجمته من أكثر من مكان، وحتى عينه طلعت من مكانها، وكانت قطع جسمه والدم في كل مكان. وبعد اتضح من التحليل أن السيدة بوردن قتلت في حوالي تقريبا الساعة 9:30 صباحا، والسيد بوردن قتل بعدها بساعة واحدة تقريبا، يعني بعد الساعة 10:30 تم قتل السيد بوردن. ولما سألت الشرطة ليزي بوردن عن مكان تواجدها وإيش كانت تسوي أثناء وقوع الجريمة، كان جوابها أنها طلعت الحظيرة لنقل بعض الأغراض وترتيب بعض الأمور خارج المنزل. في هذا الوقت كان هو وقت راحة الخادمة بيردكت اللي طلعت للأعلى نفس ما ذكرنا، وكانت في غرفتها في حالها فوق. استمرت التحقيقات إلى أن حصلت الشرطة فأس صغير ولكنه بدون مقبض، يعني مقبض الفأس مفقود. وحصلوا هذا الفأس في القبو، وكان الفأس نظيف جدا وما في أي آثار للدم أو أي شيء يعني. ولكن أصروا المحققين أن هذا الفأس هو الفأس اللي استعمل في الجريمة يعني.
وأنه تم كسر المقبض بعد أداء الجريمة لتشتيت المحققين. كملت الشرطة في البحث وما حصلت أي دليل أو أي ملابس فيها يعني آثار دم أو فيها لطخات دم أو شيء على الأقل يدل أن ملابس هذا الشخص تدل عليه أنه هو القاتل، ولكن ما في أي شيء. ولكن بعد 3 أيام من وقوع الجريمة شوهدت ليزي وهي تحرق بعض من ملابسها في المطبخ، كانت بعذر أن هذه ملابس قديمة وملوثة من الصبغ. وبعد استمرار التحقيقات اكتشفوا المحققين أن ليزي بوردن حاولت تشتري سم من أحد الصيدليات القريبة من البيت، وهذا خلاهم يشكوا أن المرض اللي صادف وأصيب به الزوجين قبل وقوع الجريمة بيومين لما جاتهم أعراض المعدة وأعراض التسمم كذا، شكوا أن البنت كانت تحاول تقتل الزوجين هذا بالسم، ولكن ما نفعت معها الطريقة فاضطرت لاستخدام الفأس. أنا ما أعرف إيش علاقة السم بالفأس، يعني طيب في أشياء أسهل من كذا، ليش على طول فأس؟ كانت هذه بعض من نتائج التحقيق، ولكن هذا الدليل فشل. ليش؟ لأنه بعد تشريح الجثث اكتشفوا انه ما في اي اثار للسم في الجثث، فسالفه انه ليزي حاولت تقتل الزوجين بالسم صارت قصه مستبعده. بعد اسبوع من مرور التحقيق تم القاء القبض على ليزي بوردن بتهمه قتل ابيها وزوجته، ولكن بعد محاكمه قصيره تمت تبرئه ليزي بوردن من قبل هيئه محلفين وتم اطلاق سراحها، وهذا بسبب عدم وجود اي سبب ثابت واي سبب قوي او دليل قوي على انها هي القاتله. في اشياء تدل يعني او خيوط فقط، ولكن ما في دليل ثابت ودليل قوي على انها هي القاتله الحقيقيه. وبعد انتشار قصة الجريمة طلعت واجد نظريات وقصص وفرضيات. يعني البعض يقول ان القاتل الحقيقي اصلا شخص خارج المنزل، يعني دخل البيت وقتل الزوجين وهرب من البيت على طول، واعتقد البعض ان ليزي هي القاتلة الحقيقية. وبعد في نظرية تقول ان السيد بوردن كان له ولد غير شرعي يدعى ويليام، وهذا ويليام حاول انه يخلي ابوه يعترف فيه كولده، ولكن الاب رفض، وبعدها ويليام قرر انه يقتل الاب وزوجته، فمعناه انه هو القاتل الحقيقي. ونظرية ثانية تقول ان القاتل الحقيقي هو إيما بوردن اللي هي تكون اخت ليزي. وايضا في نظريه تقول ان الخادمه كانت متورطه في عمليه القتل مع ليزي، لان كانت معامله السيده ابي بوردن للخادمه كانت معامله سيئه، فهذه واحده من الاسباب اللي يقال انها دفعت الخادمه للتعاون مع ليزي لقتل الزوجين. والبعض يظن انه جو مورس اللي هو خال ليزي هو القاتل الحقيقي اصلا، والبعض اتهم طبيب العائله انه هو متواطئ في جريمه القتل. ايضا في بعض المحققين قالوا انه إيما وليزي والخادمه كلهم متعاونين لاداء هذه الجريمه، والى الان ما حد يعرف من القاتل الحقيقي. ولكن بعد سنوات من حدوث الجريمة تحول منزل آل بوردن إلى فندق ومتحف، وصاروا الناس من مختلف الولايات ويروحوا يزوروا البيت ويحجزوا ليلة في الغرفة اللي ماتت فيها السيدة آبي بوردن. ليش زين؟ ليش أنا أروح يعني ليش اروح احجز ليله في يعني ليش وفي النهايه اترك يعني الحكم لكم في تحديد هويه القاتل. الصراحه ما اعرف، يعني انا القصه هذه قريتها قبل فتره ورحت راجعتها عشان اجي اطرحها عليكم، فنفس ما قلت اترك التعليق لكم والحكم لكم. اعطوني يعني نظرياتكم تحت في الكومنت. وبس شباب، تقريبا انه نكون وصلنا هذه القصه، اتمنى تكونوا استمتعتوا في القصه. اذا تبغي قصص ثانيه نفس هذه القصه او احداث ثانيه لها علاقه بالانجرام بالجن ايا كان، حطوا لايك للمقطع وكتبوا لي في التعليقات اذا تبغوني اقدم شيء نفس هذا. وحسابي في الانستغرام بيطلع على الشاشه، وحسابي في تويتر ايضا موجود. تعالوا في الانستغرام او تويتر، اي حد منكم عنده قصه يبغاني اطرحها في اليوتيوب ارسل لي اياها على الانستغرام، وان شاء الله بسويها قصه وبطرحها على اليوتيوب. واذا عندكم قصص ثانيه اي شيء تبغوني اتكلم عنه، مواضيع ما شرط قصص صارت لكم، اعطوني كل اشياءكم واقتراحاتكم في الانستغرام، وان شاء الله بطرحها في حلقات ثانيه في القناه. اتمنى تكونوا استمتعتوا في المقطع. لا تنسوا تحطوا لايك للمقطع، تشتركوا في القناه اذا ما كنتم مشتركين، فعلوا جرس التنبيهات. تقريبا هذا كل شيء عندي. نعم، اشوفكم على خير. هذه هي قصه ليزي اللي اتهمت بتهشيم راس ابيها بالفأس وقتل زوجته. حلو، ليش بقى تصيح؟ انا ما اعرف. Sipping some presents, you mix some prescriptions, you need them like breathing, I give you some more. But bones got something that you need to know. You were the same as everyone else.